الشرطة الفرنسية تقتل مراهقا جزائريا وتشعل الشوارع. فقد تصدر فيديو مقتل المراهق من قبل عناصر الشرطة ترند في الساعات الأخيرة. وأظهر المقطع رجلي الشرطة وهما يحاولان إيقاف سيارة في ضاحية نانتير غربي باريس، قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق. وقال مكتب المدعي العام المحلي أن المراهق الجزائري والذي يدعى نائل كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر عندما أوقفه حاجز للشرطة لمخالفته قوانين السير. الشاب البالغ من العمر 17 عاما قتل بسهولة لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية. نتابع تفاصيل الفيديو.